صباح الخير حبيبتي كلكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصي بقى، يعني اسمعي مني بصدر رحب، عشان معظم اللي انا هقول لكم اوعاكي تعمليه مع جوزك انا كنت بعمله. فانا مش عايزه حد فيكم ياخد الموضوع بكبر. المصيبه ان الست اول ما بتتجوز بتتحول لكائن غريب كده. اولا بتبقى عصبيه، بتفقد رؤيتها لنفسها تماما، ما بتبقاش فاهمه، بتنسى قيمه نفسها كده، وتتحول لحاجه قاعده كده، قاعده للراجل ده بتراقبه، بتشوفه بيعمل ايه، ازاي، حصل ايه، قاعده له على الواحده، يعني حاجات كده بتتحولي لكائن لا يمت بيك بالصلاه. انت فين في الموضوع؟ ارجعي لنفسك. انت مين؟ انت فين؟ انت كنت ازاي؟ الدنيا كانت ازاي في ذهنك؟ ايه اللي بيحصل لك اول ما بتتجوزي؟ ايه كميه العصبيه والتعامل بطريقه بتقتل اجمل ما في العلاقه الزوجيه اللي احنا كلنا يعني شايفينها ان هي بتبقى حلم البنت. طيب لما توصلي لحلمك المفروض تقدمي له اجمل خدمه بقى، احلى خدمه عندك، اجمل شخصيه عندك. للاسف بيحصل لك انفصام في شخصيتك، تتحولي لكائن غريب جدا. صح ولا لا؟ بينا وبين بعض تلاقي نفسك. انا هقول لك على شويه حاجات كده عشان ما اطولش عليكم، وارجوكم حبايبي اسمعوني علشان خاطر اللي جاي يبقى احلى وافضل. تمام؟ ليه ده بيحصل؟ انت بتنسي نفسك خالص، انت بتنسي رؤيتك لنفسك، بتنسي انت كنت قد ايه حاجه رائعه وجميله جدا وانسانه ليكي، عندك ابعاد كتير في تفكيرك وفي حياتك، بتنسي كل حاجه وبتمحوري كل تركيزك وتفكيرك في الراجل اللي اتجوزتيه. كانك، انا اسفه لصوت العربيات، كانك بتعاقبيه. انت اتجوزتني، تعالى بقى، تعالى. بتتحولي لحاجه غريبه جدا، وده بيؤدي لمشاكل اقلها الخيانه، مش هقول اكبرها، اقلها الخيانه. الراجل بيتخنق، بيهرب. زي ايه؟ لا تراقبيه، تلاقي نفسك قاعداله على الفيسبوك، عمل لايك لمين ومين، بقت صديقه جديده عنده على الفيسبوك، بيكلم مين في التليفون، وامسك تليفونه واقعد افتش فيه، ويبقى ده شغلك الشاغل. لو عايز يعمل حاجه هيعملها. وبعدين الخيانه دي لو لا قدر الله يعني هو معدوم الضمير وراح يخونك. في مره الشيخ اسمه عطيه مبروك، الراجل ده انا بحبه قوي قوي رغم تحفظي على شويه حاجات فيه، لكن قال جمله خطيره جدا، قال ما فيش حاجه اسمها خيانه زوجيه. هو عمل ذنب، ربنا لما هيجي يعاقبه مش هيقول له انت ازاي متجوز فلانه ورحت عملت كذا، لا، هيقول له انت ارتكبت كبيره من الكبائر، ولا انك انت عملت كذا لا قدر الله ايا كان، فربنا هيعاقبه على الذنب كانسان، سواء هو بقى متجوزك ولا مش متجوزك. فهو انسان عمل ذنب، فده بينه وبين ربنا. طيب طبعا الموضوع بيحك في كبريائك، انا عارفه، ما انا فاهمه طبعا، تبقى نار مولعه فيكي، لكن في الاخر حطي حجم للموضوع والسلوك اللي هو بيعمله. والله هو انسان اخطا، عمل مصيبه، عمل كبيره من الكبائر، هو اللي هيتحاسب، انت مش هتتحاسبي بداله. فضي دماغك من الموضوع ده خالص. معلش، لو هو بيتجرأ على ربنا فانت مين عشان يعمل لك حساب؟ انت فاهمه قصدي؟ ده مهم جدا تاخدي بالك. يبقى لا تراقبي. ايه تاني؟ لا تقلصي دوره. يعني ايه؟ ما تخلوش ملوش لازمه في البيت، هو مش اكتر من محفظه بتصرف. واحد ينزل كيس الزباله ويجيب لي عيش فين وجبنه تركي وهو جاي في كده. ما تقلصيش دوره، ما تخليش انت القرار الوحيد في البيت. انا قلت خلاص انا هعمل كذا، لازم تحسسيه طول الوقت انه حد مهم جدا جوه البيت ده، حاجه مهمه جدا، لازم تكون انت معايا طول الوقت ده في كل حاجه، في مشاركه بينا في كل حاجه. اعملي له هاله. الراجل بطبعه بيحب اللي بيعظمه. عارفين الاسد؟ لازم تخليه اسد في بيته. لو انت ما خليتوش اسد في بيته، لما ينزل الشارع بقى وحد يمرمطه، طب ما هو متعود على المرمطه في بيته. زي كده ما تلاقوا واحد اتربى في بيت اهله متعود على التهزيق، لما ينزل الشارع والناس تهزقه بقى عادي خلاص. لكن لو واحد متعزز في بيته ومتربي على ان هو ليه وضع وليه كلمه وليه هيبه،
لما ينزل الشارع مش هيقبل الاهانه. انتوا فاهمين قصدي؟ فانت اللي هتهزقيه في البيت هيتهزق في الشارع على طول. بتبوظي شخصيته، بتضيعي ثقته في نفسه في ان هو يقدر يكون له دور واضح. اياكي تشيلي مساحه الاحترام بينه وبين ولاده. يعني ما تجيش تشتميه. ممكن الست بينها وبين جوزها يقولوا ليه ما يخطرش في بال حد. قدام ولاده تحطي له بابا، ده بابا، ده اعلى حد في البيت. انت عارفه المصيبه انت بتعملي ايه؟ انت بتبقي فرحانه بنفسك انك انت بتعلي صوتك عليه ولا بتشتميه. طب ما العيال مش هتحترمه. ايه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ مش هتفقدي الرادع اللي يرضع الولاد في مراحل اعمارهم المختلفه. هتخوفيهم بمين بقى؟ بخالهم؟ يعني يبقى ابوهم موجود وهتروحي تجيبي خالهم؟ فاياك خدي بالك، انت بتضيعي حاجه مهمه قوي من ايدك تقدري تربي بيها ولادك، ان هم يبقى في مساحه خوف واحترام وعمل حساب للاب ده اللي في البيت. ان شاء الله انت تكوني بينك وبينه يعني مضيعه شخصيته خالص قدام ولاده. لا ما تشتموهوش حتى بينك وبين ولاده. لو انت زعلانه حصل مشكله بين بابا وماما، خلاص ما علقش بقى قدام ولادي، ما اشتمش فيه. كل اللي انت هتعمليه ده هينعكس على الولاد في تعاملهم مع بابا، وبابا ده مش هيبقى موجود ولا ليه اي لازمه في الدنيا، وانت الوحيده الخسرانه. هيجي عليكي مراحل من عمر ولادك هتبقي محتاجه الراجل ده. لو عندك ولد بالذات في سن مراهقه، البنت في سن مراهقه محتاجه يخوف ان هي ما تتعداش الحد ده. فاهمين قصدي؟ تيجي بقى قدام اهله او اهلك عامله الباشا، انت الريس بقى، تقومي متجاهلاه قدام اهله او اهلك. كل واحد فيهم بقى يمسكه من اهله، دي عامله فيك كده، طب انت مستحملها على ايه؟ دي انت ازاي بتهزقك كده قدامنا؟ ازاي مش عامله لك حساب قدامنا؟ وقدام اهلك يقولوا لك ايه جوزك، تقول له طب استاذني جوزك. استاذن مين؟ انا جايه. لما يجوا بقى في يوم من الايام يهينوه، ومش وبس ويهينوا ولاده، يبقى انت السبب. اياكي تهينيه قدام اهله ولا اهلك، اياك. الستات بقى اللي ماسكه لي العيا، ماشي احنا بنعيا كتير لاسباب كتير. الراجل بيسهل، لازم يشوفك دايما واقفه زي الفرسه كده. يعني عيتي 10 مرات، بيني له مره وداري ال10. انت بتشوفيه قد ايه في اليوم؟ بجد بتشوفوه كام مره في اليوم الراجل؟ ايه كام مره يعني؟ على طول بقى يلاقيكي تعبانه ومتكومه وقاعده ربطاني راسك معرفش ايه المنظر ده، يعني تخنقي. يعني هو يبقى جاي من بره شايف البنات بقى والستات والدلع كله الناس عاملاه في نفسها، ويدخل يلاقي بومه قاعده له في البيت. ليه يعني؟ هتقولي لي ما شغل البيت والعيال وانا تعبانه وانا غصب عني. لا حبيبه قلبي، فكك من كل ده. هو الاساس في انه هو، سيبك من كل ده انت تقومي تنفضي نفسك كده. واهم حاجه انك تظبطي نفسك علشان الراجل ده جاي كاني ضيف وجاي لك البيت. تمام؟ دي حاجه. الحاجه التانيه بقى الاقي ايه؟ اول ما نيجي نتخانق مع بعض يبتدي نمن على بعض. امن عليه بقى، انت نسيت نفسك؟ انت فاكر نفسك انت كنت فين وانا عملت ايه معاك ووقفت معاك؟ يا روح قلبي يا روحي، عارفه انا حاسه بوجعي، بس ده ما يتقالش كده ولا يتعمل كده. انت هتخسري، ضيعتي جمال الحلو اللي انت عملتيه. لا تمني عليه باي حاجه حلوه انت قدمتها له، لان انت لما قدمتي له انت قدمتي عشان نفسك برضه. خدي بالك، انت قدمتي عشان انت كمان تعيشي مع الراجل ده وتيسري الحياه بينكم، صح ولا لا؟ طيب، لا تظهري غيرتك. الغيره الزايده بتخنق، ومفيش غيره خالص بتخنق. خليكي كده عندك سنس عالي كده، امتى وفين وازاي وبدلع. بدلع، مش بخناق وفرجة ناس، بدلع. اياكي وانتي بتعاتبيه وغيرانه عليه تفقدي الاحترام بينكم. والله هتفقديه النهارده خلاص، ما هو كمان انتي كمان ضيعتي احترامه ليكي.
ده مهم جدا حبيبة قلبي، ما تظهريش غيرتك، ما تخنقهوش بغيرتك، لأن هيسيبك في الآخر، هو هيسيبك وهيمشي. الناس لما بتيجي تتخانق مع بعض ألاقي الصوت عالي وتتحول لخناقة شوارع وشتايم وألفاظ. بقى أنا مش فاهمة، أنتي بتتخانقي مع جوزك حبيبك، نمي على صدره، طبطبوا على بعض، بتشيلوا بعض في التعب. ازاي لما تيجي تتخانقي معاه صوتك يبقى اعلى من صوته، وكمان ممكن تتجرأي عليه وتشتميه؟ خليكي راقيه. كل ما هتبقي انت راقيه وفوق، كل ما هو مش هيجرؤ ان هو ينزلك الارض. احنا اللي بننزل نفسنا الارض بمستوى رد افعالنا عليه. فكل ما تكوني انت محترمه، يعني انا شاطره مثلا لو هو شتمني وما انا رد له الشتيمه، ما هو انا لا، دي مش شطاره، ولا انت كده قويه، انت كده هزقتي نفسك. بتهزقي نفسك لان هتسمعي الاكتر من اللي انت قلتيه، يبقى ليه؟ فاللي انا ما اقبلش ان انا اسمعه ما اقولهوش وما اسيبلوش فرصه. انا بسيب له كده فرصه ان هو يعلي صوته عليا وانه يشتمني. خدوا بالكم من ده. لا تعبثي بوجهه، ما تكشريش في وشك. لغه الابتسامه دي سلاح قوي جدا. حتى عارفه لو هو داخل متعصب عليكي وشخط فيكي وانت عطيتيله ابتسامه لطيفه هاديه كده، تفتكري هيبقى رد فعله ايه؟ هيكسف من نفسه، صح؟ مش تبقي بارده، مش بتغزيه يعني تردي عليه بابتسامه برود او استهزاء. لا، الابتسامه ليها لغه، لازم تتقني اللغه دي. دي حاجه. ما تتعامليش مع جوزك ان هو اصبح ملكيه خاصه وانت عندك حريه التصرف فيها. اياكي تنسي انه انسان قائم بذاته، مش هيديكي غير اللي انت قادره تاخديه باسلوبك وبطريقتك. اياكي تتحولي لسجان وهو سجينك. واللي انتوا سامعين صوته ده حفيدي شقي. طيب معلش، ارجو ان انتوا تركزوا معايا. وبصي يا حبيبه ماما، ابعدي عن اسلوب الزن والضغط. زنانه دبانه رايحه جايه. بطلي تزني عليه. اياكي تهمليه عمد، عشان في ستات كياده يعني. هتهمليه هيروح يدور بره. انت عايزاه يطلع بره يدور. وبعدين بقى، والاهم من كل ده، ما تفقديش انوثتك. خليكي انثى في صوتك، في وقفتك، في لبسك، في كلامك. ما تنسيش ان هو يوم ما اتجوز واحده ست مش واحد صاحب. نورتوني، واتمنى ان انا اكون فدتكم. ولو عجبكم الفيديو شير ولايك وكومنت اهلا بيكم. ولو في اي حد عايز يسالني عن اي حاجه اهلا بيه. واللي ما اشتركش في القناه ينورني بالاشتراك. وشكرا.